في رواية ذكرها ابن الجوزي قصة مشهورة جدا عن راجل أعرابي راح عند بئر زمزم، وفي عز الزحمة والناس بتشرب من بئر زمزم راح جاي متبول في البئر. والله زي ما بقول لكم كده، عامد متعمد تبول في بئر زمزم. الناس طبعا اتجمعت عليه وادوله العلقة المتينة لحد ما كسحوه من الضرب. ولما وقف قدام ولي مكة سأله: انت ليه عملت كده يا حمادة؟ رد عليه بمنتهى الفخر وقال له: اردت ان اذكر ولو باللعنة. ومن هنا انضرب المثل اللي بيقول: خالف تعرف. الحادثة دي مثال على هوس بعض البشر بالظهور والبروز والشهرة، حتى لو كان ده بارتكاب أفعال دنيئة أو غريبة تجيب له السمعة السيئة، المهم إنه يظهر والناس تشوفه. بعض الناس بقى في العصر الحديث وخلال وسائل التواصل الاجتماعي بيصنعوا أزمات أو بينشروا تفاهات عشان يحققوا نفس الغاية الرخيصة. ده وصلت يصوروا اوض نومهم يا جدع. أي والله زي ما بقول لكم كده. صحيح الراجل ده مات من مئات السنين، بس روح العبقرية بتاعته ما ماتتش. وتقريبا كده هو أول واحد حط أساس لفكرة هوس الشهرة وركوب الترند. حتى لو هتتبول في مكان مقدس أو تعمل أي ابن اللذينة، المهم تتشهر، المهم تتشاف والناس تتكلم عنك، المهم تدخل التاريخ حتى لو من أوسخ أبوابه. المهم إيه؟ إنك تدخل. ها؟ عم سوكة عم سوكة، ماما بعتلك ال 300 جنيه دول وبتقول لك ارسم لي محمد رمضان على ظهري ده اهو. ده اهو عشان توريها للفانز بتوعها الليله دي في البث المباشر على التيك توك يا عم سوكة. إلها تطلع على ظهرها أمك دي البعيدة. بص يا حودة، أمك بتتاجر بيك يا حبيبي عشان تلم فلوس من وراك وشهرة. ما انا بنصص معاها يا عم سوكة. بتنصص معاها؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وامك يا بعيد. امشي ياد من هنا يالا. قال محمد رمضان قال ايه ده؟ هو قال 300 جنيه؟ طب خد يا حوده، هقسم لك جودزيلا على ظهرك طيب ولا ديناصور؟ خد يالا ال 200 جنيه هات، خد يالا. حلقتنا النهارده يا اعزائي المشاهدين هتكون عن جنون الشهره ومهاويس الترند. انا سوكا بقدم لكم البرنامج ده من قريه ريفيه هادئه جدا، تقريبا كده ما فيهاش بني ادمين. انا وفرج البغبغان والفزبه وشويه شهادات كده حصلت عليها بس ملهاش لازمه، يعني هبقى اكلمكم عليهم بعدين. ها جاهزين؟ قهوتك في ايدك، تليفونك قدامك، ويلا بينا. زمان عشان تخلد اسمك في التاريخ كان لازم تعمل حاجة محدش عملها قبلك ولا يعرف يعملها بعدك. مثلا انك تكتشف الجاذبية زي اسحاق نيوتن وتحط قانون الرياضيات، او تكتب لك ديوان شعر ما حصلش زي المتنبي او ابن الرومي، او ترزع لك قصيدة 100 بيت في قعدة عرب حلوة كده زي عمرو بن كلثوم، او تنحت لك تمثال رخام لحد ما صوابع ايدك تورم زي مايكل انجلو، او ترسم الموناليزا، او تقود جيش وتفتح البلاد شرقا وغربا، او تفتح عكا، ان شاء الله حتى تبني هرم ولا مسله ولا تعمل مدرج روماني. المهم تعمل حاجه عليها القيمه. طيب دلوقتي لا 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 لا, لا. دلوقتي لا يا حبيبي، الاساليب القديمه دي كانت للناس الفاضيه. دلوقتي كل اللي انت محتاجه حته كاميرا بس، وهتطلع قدام الناس على البث المباشر تدلق على نفسك جرد الميه ترشي، او تضرب صاحبك بالقلم، او تطلع تشتم اهلك وتشتم ابوك وتقول للشارع اللي وراه والكلام الفاضي ده، او تاكل لك صرصار ميت وتقول كبسوا كبسوا، او تبقى ست محترمه كده طالعه لك مصدراها ومقنبراها بحجه ايه يا ست الكل؟ قال بتعلمنا ننظف المطبخ من العنكبوت وتعلمنا نعمل شعريه بسكر، وتلاقي جوزها النطع واقف معاها في البث المباشر قال ايه بيحميها من المشاهدين قلالات الادب. هم برضو اللي قلالات الادب؟ الله يرحمك يا رجوله. ما علينا. الغريب يا اخي انك لو جيت تنصح الناس دي بالذوق يشتموك، تقول لهم قال الله وقال الرسول يقول لك انت هتستشيخ لنا، تشتمهم يقول لك بمزاجنا. اهو كيف كده؟ كيف ايه يا اولاد المجنونه؟ هو احنا بنحشش؟ ده مجتمع بينهار وقيم بتدشمل. الله يخرب بيوتكم، احنا وصلنا لقاع الهامور. الكائنات الفيسبوكيه والتيكتوكيه دول مش بس عاوزين يركبوا الترند، لا، عاوزين يركبوا الترند وعايزين فلوس وعايزين شهره وكل حاجه. وسلم لي بقى على القيم والاخلاق بقى يا عم عباس الضو. السوشيال ميديا حولت الفضول البشري لفأس بيحفر تحت القاع. بقينا بنشهر المشهور مش عشان بنحترمه، احنا بنشهره عشان مستغربين ازاي الكائن ده عايش في وسطينا بنفس درجة الغباء دي. يعني زمان كان يقول لك الشهرة تاج على رؤوس العظماء، دلوقتي الشهرة بقت كاب مكتوب عليها شاهد قبل الحذف.
الإنسان القديم كان خايف يتنسي فاشتغل بالفن والأدب والعمارة، إنما الإنسان الحديث خايف يتنسي فقرر يقف على سطح الواد حمادة يقلع هدومه بالبوكسر ويعمل لأي ابن لذينة، المهم إنه يجمع الفولورز ويبقى عنده متابعين وفلوس وشهرة. تخيل معايا كده بعد 500 سنة المؤرخين لما يجوا يدرسوا عصرنا الحالي ويفتحوا الأرشيف الضخم ده، بدل ما يلاقوا إنجازات طبية أو فكرية هيلاقوا واحد عامل ترند أنا ابن مين في المترو، وواحدة بتعيط عشان الكريمة اللي على القهوة مش مظبوطة، وواحدة بتشتم في أبوها، وواحدة واقفة في المطبخ مصدراها، وحاجة آخر قلة أدب. يا عزيزي المشاهد، الشهرة بقت عاملة زي الأكسجين، الكل عايز يتنفسها حتى لو كان الدخان بحريق. بس افتكر دايما كلام سوكا الغلبان، إنك تكون مجهول وفي حالك وعايش بكرامتك أفضل بكتير من إنك تبقى أشهر واحد على الأرض بس الناس لما تشوفك تقولك مش ده اللي تبول في بئر زمزم. صح ولا أنا غلطان؟ نشوفكم على خير الحلقة الجاية في يوميات سوكا. كان معاكم سوكا، الشخص الوحيد اللي مش هيطلب منكم يقول لكم اعملوا سبسكرايب ولا فعلوا الجرس، عشان انتم هتعملوا كده لوحدكم. سلام عليكم.